اهلا بيكم في مزارع بشاير الشرباجي. معاكم محمد علام الدين، سيلز مانجر. خلينا نتكلم مع بعض عن العوامل اللي هترفع من قيمه ارضك داخل مزارع بشاير الشرباجي. اول حاجه ان بيتعمل انشاء منطقه لوجستيه كامله لكل مشتقات التمور، ده من حيث ثلاجات ومصانع تعبئه وتغليف، وطبعا مصانع لكل مشتقات التمور من حيث بقى الصناعات، من حيث التبس، السكر، البن، كل ده بيتعمل داخل ارض مزارع بشاير الشرباجي. خلينا نتكلم في تاني حاجه، ودي اللي لها علاقه بالمطار. المطار قبل ارض حضرتك في مزارع بشاير الشرباجي ده بحوالي 30-40 كيلو متر بالظبط بيتم انشاء مطار، ده هيبقى مطار لخادم لمنطقه الفرافره بشكل كامل. طيب ثالث حاجه ان حضرتك بتتملك معانا مزارع بشاير الشرباجي دي على وجهه المشروع بالظبط، يعني على الطريق العمومي مباشره، على طريق ديروت. واخر حاجه طبعا خلينا نتكلم فيها ان هيتعمل منتجع ريفي على ارتفاع تبه بشكل مميز جدا، دي هتبقى منطقه بتتجهز لخدمه المستثمرين ولخدمه السياح كمان فيما بعد. طيب احنا بنتكلم دلوقتي في ان العوامل دي هترفع من قيمه ارضك. طب خلينا نتكلم على العوامل الاساسيه وهي الارض نفسها. احنا ارض رمليه خفيفه جيده الصرف والتهويه، تصلح لجميع الزراعات، بحيث ان الارض دي مزروع فيها مساحات كبيره جدا من حيث كل التمور باصناف مختلفه واعمار مختلفه. مزروع عندنا بنجر السكر، برسيم الحجازي، اغلبيه المحاصيل بشكل كامل مزروع عندنا. خلينا برضو نتكلم عن الخضار والفاكهه، كل ده مزروع عندنا في ارض الواقع. فاحنا كده عندنا جوده ارض كويسه جدا، تمام. نسبة ملوحة المية من 200 ل 250 جزء في المليون. فاحنا بنتكلم في عوامل نجاح مكتملة، بخلاف ان طبعا ان الشركة بتقدم لحضرتك خدمة الرعاية والاشراف اللي هي بتبقى ضامنة لحضرتك ان الارض لو لا قدر الله حصل لها اي تلفات او اي حاجة حصلت في الارض، احنا كشركة متكلفين بيها. وفي انتظار استفساراتكم على صفحة مزارع بشاير الشرباجي. مزارع بشاير الشرباجي، خير يدوم ليك ولعيلتك ليوم الدين. مزارع بشاير الشرباجي، اصل زراعي يتوارثه الاجيال.